قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في صحة جيدة يا رب، ويلقاكم الفيديو هذا بخير وعلى خير. واش راكم يا البنات؟ إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في صحة جيدة يا رب. اليوم لقيتكم بهذا الفيديو إن شاء الله المشوشة تاع النفسة، مع أني بنت بنتي راهي عندي نفسة. درت المشوشه صافي، هذه لا دوزيام فوا وانا ندير المشوشه، قلت نقدمها معكم ان شاء الله. واش راكم يا البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في صحه جيده، وتوحشتكم بالبزاف والله، غير توحشتكم ما تقدروش تعرفوا كيفاش. ما طليتش في الفيديو، ما طليتش في البورت في الهاتف تاعي كامل، ما طليتش فيه. عييت ما تقدروش تعرفوا كيفاش العيا جاني. ما قدرتش مام با نتفرج في التليفون، غير نرفدو. حاشاكم يجيني الردان ويجيني راسي، غير نرفدو يجيني راسي ويجيني الردان، مانيش عارفه علاه. المهم لأول مرة تدخل القناة نقول له مرحبا بك في قناتك، إن شاء الله تستفاد وتفيد إن شاء الله، كما احنا رانا نتعلموا ونعلموا. اليوم جبت لكم هذا المشوشه تاع النفسه، اللي هي تاع على بالك يديروها بزاف للنفسه. زمان احنا كنا زمان هكذايا، مي دوكاتيك على بالك راهم يتفشوا، ما يحبوش ياكلوا هذا البيض، وما يحبوش ياكلوا البيض بزيت الزيتون، وما يحبوش ياكلوا المشوشه بزيت الزيتون. انا جيت راح نديرها بزيت الزيتون، انا كما العاده قال لك لا ما ديريناش زيت الزيتون، مع ان زيت الزيتون صحيه. واش نقول لكم، درتها غير بالزيت عادي يعني. هي من الافضل تندار بزيت الزيتون. زيت الزيتون والبيض يعني للنفسه هكذا، يعني تنفد روحها ويعني مليحه ليها وتنقي لها يعني كرشها. البيض والزيت الزيتون، كثره زيت الزيتون على الخوا، الكرش تاع النفسه بالخف تبرى. كما راكم تشوفوا درتها معسله، الدراري البنات يحبوها معسله، والبنات راهم عندي ضياف مع النفسه، جاو مع النفسه يعني استقهوينا. درت شويه طمينه ودرت شويه مشوشه للنفسه، على بالكم كي تجي النفسه لازم لها البيض، ولازم لها الحشاوش، ولازم لها الحرور، ولازم لها. ولكن تاع دوكا ما يحبوش ياكلوا، تحتمي لهم التيزانات، ما يحبوا يشربوا، تحتمي لهم زيت الزيتون، ما يحبوا ياكلوا، تحتمي لهم هذاك واسمه اللحم، ولا ما يحبوش ياكلوا. تقول لك لا بزاف ما بزاف عليا، تعرفي مع الصباح تقول لك انا نشرب قهوه، ما نشربش، ما ناكلش مع الصباح. الوغ كو لازم النفسه تاكل مع الصباح باش ترفد روحها. على داك اللي مساكن سنانهم طايحين وشعرهم طايح وفابل، يعني كل ولاده يطيحوا منها النص. كما راكم تشوفوا انا درت 4 حبات بيض، واللي حبت تكبر المقادير تكبر المقادير. درت على حسب هذا طنجره صغيره. اولا درت الزيت تسخن، 2 مغارف تاع الزيت في المقله تاعي، ونديرها تسخن بتي فو حتى نوجد المشوشه تاعي. هكذا نصيب المقله تاعي سخنت والطيب يعني ليه يعني هذه ماهيش يعني حاجه واعره ولا حاجه يعني فيها بزاف الفري ولا البيض الدقيق والفارينه. كاين اللي يديروه بالفارينه، يديروها غير بالفارينه، وكاين اللي يخلطوا لها الدقيق والفارينه. وناس زمان كانوا يديروها غير بالدقيق، ما يديروش الفارينه، كانوا يديروها غير بالدقيق ناس زمان. اليوم جبت لكم الوصفه هذه تاع شويه من الزمن، انا خلطت لها درت لها غير فارينه برك ماشي بزاف. واللي حبت تدير لها نص مثلا، ديري 2 مغارف تاع دقيق، ديري 2 مغارف تاع فارينه، يعني تعادلي بيناتهم. انا درت 3 مغارف تاع دقيق معمرين، ودرت مغرفه تاع الفارينه. يعني كل حبه بيض تعطي لها مغرفه تاع الدقيق. درت قرصه تاع الملح وندير مغرفه تاع السكر باش يعطينا هذيك الطراوه هذيك، ويجي محمر ويجي بنين، يعني الخبزه تاعنا تجي محمره. ندير 2 مغارف تاع الزيت ولا حتى 3 مغارف تاع الزيت، يعني ماهمش معمرين. درت 4 مغارف. قلت لكم من الاحسن ديروها بزيت الزيتون. درت 4 مغارف تاع زيت الزيتون، يعني ماهمش فايضين. نخلط هذوك المكونات كامل، نحكهم مع هذاك الزيت كامل، ومن بعد نبدا نضيف البيض غير تدريجيا بالحبه تاع البيض، ونخلط بالحبه تاع البيض ونخلط، ونخليها شويه تشرب. على بالكم الدقيق يشرب ماشي كيما الفارينه. هنا نقدم بالوحده كيما راكم تشوفوا.
خلطوها مليح مليح، ومن بعد نضيفوا لها لا ليفور، الخميره كيميائيه. عندي ساشي وحوالي شويه، حوالي ربع تاع شفر تاع المغرفه برك، يعني ماشي نص مغرفه، ما با نص مغرفه، يعني درت لها ساشي وشويه ماشي بزاف. كيما راكم تشوفوا نخلطوا، والدقيق قلت لكم يشرب، خليوه واحد هكذا 5 دقائق برك، يستراح برك، كما يقولوا يريح شويه هكذا باش يشرب، باش ولا شرب تشوفي الا تزيدي البيض ولا ما تزيديش البيض، ولا تخليها كيما راهي. هنا درت شويه خل باش نحي لها هذيك الريحه تاع البيض. اللي عندها القارص تحصل القارص، يعني الخل ينحي ريحه البيض، والقارص كيف كيف ينحي ريحه البيض. وهنا نخلط مليح مليح هذاك المكونات تاعي مليح مليح، وهنا نضيف لا ليفور. والمقله تاعي تاع الزيت راهي سخنت ونحيتها، يعني قد باش ما تحرقليش الزيت. سخنت. دوك نعاود كي نكمل نعاود نردها في الفرنو، وندير الخليط تاعي كامل في المقله تاعي، ونخليها على نار مهيله يعني قليله، ونغطيها نبوشي لها هذيك الثقبه تاع الخطيوه تاع الزجاج، ونخليها طيب على راحتها. كي نشوفها نشفت من الفوق نعاود نقلبها. هنا خصني شويه دقيق، زدت لها مغرفه تاع دقيق. علاه زدت لها مغرفه تاع دقيق؟ باسكو البيضه تاعي شويه كبير، درت 4 حبات بيض كبار، يعني 4 حبات كبار، يعني تساوي 5 حبات، يعني خصت فيها الدقيق، زدت لها مغرفه تاع الدقيق. وهنا المقله تاعي سخنت. يعني قلت لكم هذه الوصفه ساهله للنفسه، كاين بزاف اللي ما يعرفوش يديروها. انا واحد الخطره جارتي قالت لي ما نعرفش نديرها، ديري لي المشوشه لعروستي. يعني درتها لها ووريت لها كيفاش دير، يعني حاجه ساهله، يعني ما تشدش الوقت، واقتصاديه في نفس الوقت. انا قلت لكم بوشي هذيك الثقبه باش ما يخرجش فيها الهواء، باش هكذا ما تتنفسش. هنا عندي هذا التبسي بعد ما طابت ونشفت من الفوق، ندهن هذا التبسي بالزيت باش ما كي نكبها كي نقلبها ما تلصقليش في التبسي، باسكو على بالكم مازال ما شفت مليح مليح. وهنا شوفوا كيفاش طلعت، الله يبارك. نقلبوها ونطيبوها من الجهه الاخرى، يعني حاجه قلت لكم سهله. وراني غبت عليكم يا البنات لظروف، يعني ما نقعدش نحكي لكم، خاطرش كون نحكي لكم ندير لكم الطاقه السلبيه. المهم جوزت وقت يعني، وجوزت مع المرض، وجوزت وراني الحمد لله يا رب العالمين. وراني عدت لكم ان شاء الله منين هكذاك نتوحش القناه تاعي نجوز فيها فيديو. وهنا كما راكم تشوفوا درنا حطينا طابله تاع القهوه، وجدنا شويه طمينه، وراح نستقهووا مع البنات ونستقهووا مع النفسه. هكذا يعني راهو جو، يعني جو هائل وجو رائع. يعني كي يدخل لك البيبي للدار، يعني تطيح واحد الرحمه، تطيح واحد البركه. ما نقدرش نصور لكم كيفاش الدار تكون منوره، سورتو كي يكون مزيود جديد الدار تتنور سبحان الله العظيم. وهنا الوصفه تاعنا راهي وجدت، جات يعني مشوشه، جات ما شاء الله. يعني هذه راني في الخبز الزوجه، الاولى ما وريتها لكمش، ولكن قلت هذه نزيد نخدمها معاكم. هاي لك يعني الخبزه هذه الزوجه، يعني جات ما شاء الله، جات اسفنجيه، جات خفيفه، جات كما يحب الخاطر، جات كما تحبها النفسه. هاي ليك جات ما شاء الله. قلت لكم انا نحبها بالدقيق، ما نحبهاش بالفارينه، وكاين اللي يحب يديرها بالفارينه. انا نحب نديرها كيما المشوشه تاع زمان كانوا يديروها غير بالدقيق، ما يديرولهاش الفارينه. ودوكا راهم يخلطوا لها الفارينه والدقيق، وكاين اللي يديرها غير بالفارينه، وكاين اللي يديرها بالفارينه والدقيق، وكاين اللي يديرها غير بالدقيق. انا درتها لكم كيما تاع زمان، كانوا يديروها غير بالدقيق، مالينا كانوا يديروها لنا غير بالدقيق. الدقيق يكون رقيق ما يكونش خشين. هاي ليك جات خفيفه، جات يعني ما شاء الله. ونديروا لها شويه عسل. هذا المشوشه يديروها في النافسه، يديروها في ناس القبايل كي يروحوا يخطبوا يديو الفيونساي ولا يديروا.
وإن شاء الله يا ربي يرزق كل محروم إن شاء الله، ويعمّر حجر كل واحد إن شاء الله. ووصيت بنتي ثاني قُلت لها ادعي، كاين الناس اللي وصاوني قالوا لي ادعي لي، قولي لبنت بنتك تدعي لي، والله غير دعيت لكم إن شاء الله، ودعوة إن شاء الله مقبولة عند ربي إن شاء الله. وهنا حبيبات قلبي ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام.